بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما يليق بعظمته. الحمد لله على ما هدانا ووهبنا وتفضل به علينا. اللهم اهدنا بنورك وارشدنا وسدد قولنا وخطانا. بعد غياب طويل رجعنا نستكمل ما قد بدأناه في تعلم تفسير المنام. الله يرزقنا التأويل ويسقينا منه حتى نرتوي وإياكم يا رب العالمين. ده دعاء دايما تقوله صديقتي نوال من الأردن، علمتني إياه وأعجبني كثيرا، فاللهم آمين، تقبل منها وإياكم يا رب. النهاردة هنتكلم عن الفرق بين الرؤية وحديث النفس والحلم. الرؤية هي رؤية صالحة من الله تعالى، وحديث النفس هو من النفس، أما الحلم أو الحلم هو من الشيطان. الرؤية هي رسالة من الله تعالى تبشر أو تحذر، يعني تجي لك رؤية تبشرك بشيء حلو أو رؤية فيها إنذار ليك أو تحذير. والرؤية قد تكون مرموزة زي أغلب الرؤى، وقد تكون أو قد تحدث كما هي. طيب تعالوا نشوف مرموزة يعني إيه. مرموزة يعني إنها بتكون عبارة عن رموز، زي مثلا واحدة تقول فتحت الدولاب لقيت فيه فلفل حراق. الرؤية دي عبارة عن رمز غريب، وهو وجود الفلفل داخل الدولاب بتاع المتزوجة. طيب الدولاب معناه ايه؟ هنقول الدولاب ده شيء مهم وأساسي في غرفة نوم المتزوجة، وبيكون واحد في غرفة نومها، يعني مفيش غيره. إذن المقصود بالدولاب هو الزوج، يبقى الدولاب هو زوج. طيب هي فتحت الدولاب ولقيت فيه فلفل حراق، ومعروف عن الفلفل انه خطير ويسبب التهاب ومشاكل، يعني من اسمه حراق. طيب التفسير هيكون ازاي؟ هيكون انها هتفتح مع زوجها حوار يسبب ليها مشكلة. نرجع كمان للرؤية الغير مرموزة، ودي بتحصل مع ناس نادرة، انهم يشوفوا في المنام حاجة وتحصل زي ما هي في الحقيقة. واحدة شافت انها خلفت بنت، فسبحان الله تخلف بنت في الحقيقة. فلازم احنا كمفسرين لو تعرض علينا رؤية بلا رمز غريب، يعني واحدة تقول انا حلمت ان انا اتخطبت، فاحنا برضو نشوف، يعني ممكن نسألها نقولها هل انت من الناس اللي الحلم بتاعك بيتحقق زي ما هو؟ اذن هي تتخطب ان شاء الله. كمان نسأل عن حال الرأي، يعني لو اللي خلفت بنت دي في المنام قالت لك انا واحدة كبيرة في السن، عندي 60 سنة وما بخلفش، يعني مش في سن الخلفة، هنفسر لها المنام ده ازاي؟ نقول لها ان ممكن تجيلك بنت من ذريتك، يعني بنتها او بنت ابنها. يبقى احنا كده شرحنا الرؤية الصالحة اللي من الله، وعرفنا المرموزة بنفك رموزها ازاي، وعرفنا الغير مرموزة بنتعامل معاها ازاي. نتكلم بقى عن حديث النفس. حديث النفس معناه أن تحدث النفس نفسها في المنام، زي مثلا الحداد يرى في المنام الحديد وأدوات الحدادة، والنجار يرى النجارة والخشب، أما المعلم فيرى الفصل والتلاميذ والأقلام، والدكتور يرى المستشفى والمرضى والعمليات الجراحية. طيب المرأة الحامل ترى إنها قد تفقد جنينها، أو ترى إنها تنجب ولد، أو ترى إنها تنجب بنت. كل ده من الأحلام اللي بنقول عليها حديث نفس، ملهاش تفسير، يعني النفس تحدث به نفسها. المحبين يروا بعض، يعني اتنين بيحبوا بعض، واحدة تشوف حبيبها إنه اداها وردة أو اداها خاتم. كل دي أحلام يتمناها المرء فتحدث، أو يخاف منها المرء فتحدث. فنقول ان كل ده يتحط تحت بند تحت حديث النفس، فهو حاجة بتفكر فيها دايما وشغلة تفكيرك، او حاجة خايف منها وبرضو شغلة تفكيرك. في الحالتين انت بتشوف هنا في منام بيعبر عن اللي جواك واللي بتخاف منه او بتفكر فيه. زي مثال الست اللي بتخاف على أولادها فتشوف انهم حصل لهم مكروه،
فنقول لها ده حديث نفس مش رؤية. أما الجزء الثالث في فيديو النهاردة وهو الحلم اللي من الشيطان، فهو كل منام بيفزع الإنسان زي الأحلام اللي بتشوف نفسك فيها بتقع من مكان عالي أو بيحصل لك مكروه أو ضرر، فده بيكون من الشيطان ليحزنك. وكمان المنامات المرعبة اللي فيها جن وما شابه ذلك. الست لما تشوف ان ولادها برضو بيحصل لهم مكروه بشكل مفزع، يعني مش مكروه عادي. الحاجات طبعا اللي بتطارد الانسان في المنام حاجات زي، مش عايزة اوصف حاجة بس بتكون مرعبة وبتكون مخيفة. بيشخصها الرقاة انه صاحب المنامات دي بيكون عنده سحر او حسد. فدايما انت كمفسر تخلي بالك من الاحلام دي اللي بتكون من الشيطان، ايا كان سببها ايه. لازم تنصح صاحب المنام بالرقية الشرعية وما تكترش معاه اكتر من كده حتى لا تصاب بأذى من ناحية الجن. ايوه يعني ممكن المفسر يصاب، فعلا يصاب بسبب انه فسر لحد مسحور او حد عنده اذى، فسر له بس من غير ما تكتر في الكلام، اعمل رقية شرعية وخلاص على كده. منصحكم كمان ان انتوا نفسكم تعملوا رقية شرعية عشان يعني تتجنبوا، مش رقية اللي هي الرقية الطويلة، لا، على الاقل يبقى فيه اذكار صباح ومساء كل يوم عشان تتجنب انه ما يحصلكش اي حاجة من الحاجات اللي بتسبب اذى زي العوارض اللي بتكون عند الاشخاص المصابين. دلوقتي هديكم 3 أسئلة تجاوبوا عليها وتبعتولي الإجابات، توضحوا أنهي فيهم حديث النفس وأنهي الرؤية. وطبعا الرؤية عايزاكم تفسروها. سين 1: رأيت في المنام حبيبي يعطيني ورقة بها كلمة بحبك. سين 2: رأيت في المنام أني أنظر إلى المرآة ورأيت فيها فلفل أحمر. سين 3: رأيت في المنام شبح يطاردني وكان شكله مخيف. أشوفكم على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.